العلماء ورثة الأنبياء، والنجوم الذين بهم يحصل الاهتداء. في هذا المعين الدافق إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية نقدم لكم هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايع، إعداد بدر شقيران، إخراج ماجد الدباس. الحمد لله رب العالمين، وبعد. يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: في الآية كنز عظيم، من وفق لمظنته وأحسن استخراجه واقتناه وأنفق منه فقد غنم، ومن حرمه فقد حرم. وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين، فإن لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما. وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها، فهي أعظم ما يثبت الله به عبده في الدنيا والآخرة. مستمعين الكرام، على المسلم أن يكون راسخ الإيمان واليقين بربه، لا يتزعزع مع أي فتنة أو زخرف دنيا حتى يلقى الله على الإيمان. وحول هذا المعنى نستمع إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، حيث يقول: قال رجل: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة على الدين والثبات عليه عنوان الإيمان الصادق، لأن المنحرف يمينا ويسارا، يوم مطيع ويوم عاصي، وشهر مستقيم وشهر منحرف، يدل على الاضطراب وعدم اليقين. لكن المؤمن الثابت على إيمانه المستقيم عليه لا يتأثر بأي المؤثرات، بل هو على يقين جازم وصحة إيمان يسير عليه إلى أن يوافي الله. والله يقول نبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استقم على الدين وعلى عبودية ربك إلى أن يوافيك الأجل. هكذا حياة المسلم، وهو دائما يسأل الله حسن الختام والوفاة على الإسلام. يسأل الله أن يثبت قلبه وأن لا يزيغه بعد إذ عرف الحق واستبانه، أن لا يزيغ قلبه ويحرفه عن الهدى. لا ذكر من دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. للثبات على الدين والطاعة في زمن الفتن المتلاطمة والمحن المتلاحقة أسباب متعددة، والمسلم إن لم يتمسك بشيء من أسباب الثبات فإن الشهوات والشبهات سوف تتقاذفه يمنة ويسرة. وحول أسباب الثبات على الدين نستمع إلى تعليق من فضيلة الشيخ صالح بن حميد حفظه الله، حيث يقول: ومن أسباب الثبات عباد الله لزوم الطاعات والعمل الصالح والاستقامة على الخير حسب الطاقة والاستطاعة، ولزوم الجادة وحب الخير وبذله للناس واحتساب الخير والأجر عند الله. وصاحب الطاعات والأعمال الصالحة لا يخزيه الله أبدا. ومن أسباب الثبات ملازمة العلماء والرجوع إليهم. يقول عز شأنه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: ولو ردوه
إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فملازمة العلماء عصمة من الضلال والانحراف. يقول الحسن البصري رحمه الله: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. والصدور عن توجيهات أهل العلم من أعظم سبل الوقاية من الفتن والعصمة من الانحراف والاستقامة على الثبات. ومن الأسباب مصاحبة الصالحين والأخيار، فالمؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته أي يمنع خسارته، ويحوطه من ورائه أي يحفظه ويصونه ويدافع عنه ويثبته. يقول عز شانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ومن أعظم الأسباب الدعاء والتضرع والانطراح بين يدي الله الرب الرحيم مقلب القلوب، والاشتغال بذكر الله ومناجاته وحسن التعلق به. يقول أبو العتاهية: يا أيها المرء المضيع دينه، إحراز دينك خير شيء تصطنع، والله أرحم بالفتى من نفسه، فاعمل فما كلفت ما لم تستطع، وامهد لنفسك صالحا تجزى به، وانظر لنفسك أي أمر تتبع. الثبات على الإيمان في آخر الزمان أشد على المسلم، وذلك لكثرة الفتن وظهورها متتالية وكثرة أهل البدع. وحول هذا نستمع إلى توجيه من فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن الفتن خطيرة، وأنها تكثر في آخر الزمان، وظهورها من علامات قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المخرج منها قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فالمخرج منها بالتمسك بكتاب الله وهو القرآن، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عليه سلف هذه الأمة، وكذلك لزوم الجماعة وإمام المسلمين. فإن حذيفة رضي الله عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بظهور الفتن قال له حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله،
يقلبها كيف شاء. رواه الترمذي بسند صحيح. وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة، دقائق قضيناها بين أفياء العلم والفكر مع نخبة من العلماء الأجلاء. إلى حلقة قادمة يتجدد بها اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايع، إعداد بدر الشقيران، إخراج ماجد الدباس.